شعبنا والرأي العام بعد أن أبدت قواتنا يقظة كبيرة وبسالة عظيمة في القيام بواجباتها تجاه أمن وأمان أبناء شعبنا وحفاظا على استقرار مناطقنا، والضرب بيد من حديد لكل من تسول نفسه نشر الفوضى وترهيب حياة المواطنين وملاحقة خلايا داعش النائمة التي تعمل على زيادة نشاطها مستفيدة من التهديدات والتعديات التي يقوم بها الاحتلال التركي. ارتقى أربعة شهداء من قواتنا وشهيدين من قوات سوريا الديمقراطية الذين ضحوا بحياتهم لإفشال مخطط خلايا داعش وتصدوا لهجوم الانتحاري الذي استهدف مركزا لقواتنا في الرقة بالقرب من أحد السجون الذي يضم معتقلي داعش، وبذل فيه الشهداء أغلى ما يملكون. وانتقاما للشهداء وإيمانا منا بواجبنا الأمني والإنساني والقانوني، وضمن عمليات المتابعة لكل التحركات المشبوهة والمعلومات التي حصلت عليه قواتنا، فقد قامت قواتنا خلال الساعات الصباح الأولى من فجر اليوم الجمعة 30 كانون الأول بمداهمة عدة أماكن يختبئ فيها عناصر لتنظيم داعش في مدينة الرقة وريفها، حيث تمكنت قواتنا من إلقاء القبض على 9 عناصر وضبط أسلحة بحوزتهم كانت كالتالي: كلاشينكوف عدد 2، مخازن كلاشينكوف عدد 4، مسدس عدد 3، بنادق صيد عدد 3، عملات معدنية خاصة بداعش، راية سوداء عليها علم داعش، إضافة لهواتف نقالة يستخدمونها للتواصل. إن قواتنا ستستمر في ملاحقة ومتابعة كل من تسول له نفسه المساس بأمن وأمان شعبنا، كما إننا نشيد بالتعاون الكبير والحس الأمني العالي الذي أبداه أبناء شعبنا في الرقة من خلال التزامهم بتعليمات حظر التجوال والإبلاغات التي قدموها عن كل حركات المشبوهة، وإيمانهم بأنهم التعاون مع قواتنا هو الأساس الحقيقي لتتمكن قواتنا من بسط الأمان والأمن وتحقيق الاستقرار الدائم الذي تحاول الخلايا الإرهابية ضربه ونشر الفوضى في المجتمع. كما إننا في قوى الأمن الداخلي نجدد العهد بالمضي على طريق الشهداء الذي رسموه لنا بدمائهم الطاهرة لبذل الغالي والنفيس لتحقيق الاستقرار والأمن الدائم والعموم لمناطقنا. القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في الرقة 30/12/2022.